السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد. كان معايا شغل النهاردة فروحت المركز، كنت رايح أعمل محضر لحد كان تبعنا وكده، فكنت رايح أعمل محضر فلفت نظري حاجة. يعني ممكن تكون بتتكرر كل يوم بالنسبة لينا، بس ممكن مع حضراتكم إن هي مثلا ممكن حاجة ما تفكرش أصلا إن هي تحصل أو كده. أصلا أنا كنت رايح المركز أعمل محضر وأنا بعمل محضر لفت انتباهي إن في اتنين جايين في خناقة، واحد فيهم متعور والتاني مش متعور أو مفيش فيه حاجة عامة، وجاي معاهم 3 أو 4. فلما دخلوا الحجز حسوا بقى ان هم يعني دخلوا حجز بقى، واول مره مثلا الناس تخش حجز او داخله مركز او بقى هتتعرض على نيابه او هيتعمل لها محضر او هيتعمل لها قضيه او هتتحبس اول مره في كده. فراح جاي المجني عليه قال انا هتنازل. انا خلاص انا هتنازل، مش عايز اي حاجه، انا هتنازل. كان متعور تقريبا تحت عينه كده حاجه بسيطه وايه، وفي خناقه وكده، والناس اتصلوا على الشرطه فجت الجيل بوكس وكده خدوهم. كانوا 5 افراد او كده، منهم 2 كانوا بيتخانقوا مع بعض والباقي كان بيحوش. انتوا عارفين الخناقات وكده، تلاقي ايه، ده داخل يحوش وده داخل مش عارف يضرب وده داخل يساعد وكده. فداخل يحوش، فالمجني عليه قال لك لا انا هتنازل. فوجئنا ان المجني عليه اصلا له اخ ماشي، كان في مشكله قديمه بينه وبين الشخص اللي كان متخانق معاه، فكان جاي وعامل محضر في الناس دي. فلما قال انا هتنازل، الاتنين قالوا انا هتنازل وكده. انت عارف طبعا ان لما يكون المشكو في حقه والشاكي الاتنين مع بعض، فدمت خلاص كده هيتعرضوا على النيابه، والنيابه تقرر تشوف هتعمل معاهم ايه، سواء هيتنازلوا بقى في النيابه، لازم اتنين يتنازلوا مع بعض او لا. انت في محضر معمول ضدك من حوالي ساعه، فلازم الاول هو يتنازل الاول عشان نقدر نخرجه، لان انت مطلوب، انت ماشكو في حقك في محضر سابق قبل كده، والمحضر خد جنحه لان هو فيه تقرير طبي وكده. فلازم اللي جه حرر ضدك المحضر الاول يتنازل عشان بعد كده يبقى انت مالكش صفه عندنا. فمن ضمن وانا قاعد فجه واحد قام كانوا دخلهم بقى الحبس بتاع النبطشيه، فقال لك والله يا باشا انا راجل كبير وعندي 40 سنه وبتاع، وانا كنت جاي احوش اصلا، يعني انا كنت جاي احوش والله، هم خدوني ومش عارف ايه وكده، وحتى ده هم ضربوني. قال له لا خلاص اقعد انت، اقعد انت، وهم ضربوك، احنا لازم نجيب لك حق، ما ينفعش خرج، يعني انا مش عايز حق، ما ينفعش يا باشا، لازم نجيب لك حقك الاول، تخرج من عندنا مبسوط، وبعدين يعني ينفع تيجي لنا وليك حق وكده وما ناخدوش؟ لا، لازم نشوف مين اللي ضربك فيهم ونجيب لك حق. الموضوع عامه ممكن تكون انت بتاخده مثلا باستهتار شويه، بس ده فعلا ضابط الشرطه او كده مش هيقدر يخلي سبيلك، يعني لو مسكك في حاله او كده مش هيقدر يخلي سبيلك غير لما يتمم اجراءات المحضر بتاعه. اولا انت جاي في خناقه، فهو ضابط الشرطه اللي موجود في المكان هو مش سلطه علشان يقول لك انت مذنب او مش مذنب او نطلعك او نخرجك، لا، انت جاي في حمله او كده، او جاي في دوريه جايباك. فضابط الشرطه مش له ان هو يطلعك، لا، ده هو الاول مش له المهم هو الاول هيعرضك على المباحث. هو جاي له محضر 5 6 افراد، مش هيشغل دماغه ان هو يشوف مين فيهم الصح او مين فيهم الغلط، لان هي مش سلطته. هو هيحرر ضدك المحضر وهيقول الاقوال بتاعتك. فانت لو انت فعلا كان دورك ان انت كنت في الخناقه داخل مثلا تحوش الناس وتوسعهم عن بعض او كده زي ما اغلب الناس بتعمل، بس هو ما كانش معاك عشان تقول له مثلا والله يا باشا انا كنت جاي بحوش. هو قال كده اصلا، كان هم 5 او 6 وهو قال كده، فاتنين 3 كمان قالوا نفس الموضوع. فهو مش سلطته، هو هيعرضك برضو على النيابه، والنيابه هي اللي هتقرر اذا كنت انت فعلا مدان او انت كنت فعلا داخل بتحوش، او هي هتعتبرك انت شاهد على الواقع او كده. بخصوص الجزئيه بتاعت ان لازم يتنازلوا علشان حتى لو انت مثلا كنت بتحوش وهم قدام الموضوع قالوا انت كنت بتحوش او كده، ان هو يفرج عنك او ان هو ما يحولكمش نيابه اصلا، ان الشخص الاولاني اللي هو كان عامل محضر في احد من الموجودين دلوقتي اللي هم جايين مع بعض اصلا في ضبطيه واحده او كده، فلازم يتنازلوا علشان يبقى ما عندوش حاجه تقول ان هم مثلا متهمين في حاجه، لان هم محررين محضر قبليها مثلا بيقولوا ان فلان ضربهم، فهم مسكوا فلان، فمش هينفع يسيبوا فلان او فلان وجاي معاه 2 في نفس الخناقه او في نفس المشكله، فلازم يتنازلوا. دايما النيابه هتنصحكم بالتنازل، لان هي مش مكسب ليها ان هي تزود القضايا اللي موجوده، قد ما مكسب ليها ان هي خلاص بقى ان هي تطلع مثلا بدل 2 مكانه مثلا في شجار، ان هي تصلح بينهم او تحسن الموضوع بينهم او كده. ثانيا دورك انت كشاهد، انت هتتعامل في المركز او في الاسم او في النقطه، انت هتتعامل زيك زيهم، لان الضابط مش هيقدر يقول ان انت كنت في الموضوع او لا، هو هيعاملك زيك زيهم لحد ما هيعرضك على النيابه، او لحد ما المحاضر اللي قدامه ديت تتصافى وان الناس اتنازلت والناس خلاص ما فيش محاضر او كده. فربنا يكون في عون الجميع. ولو انت فعلا دخلت في مشكله او كده، حاول بقدر الامكان ان انت
ما يبقاش ليك دور قوي في المشاكل، او ما تتعمقش فيها او ما تدورش عليها. لو لقيت اتنين بيتخانقوا وملكش علاقة بالموضوع، او بلاش تحط نفسك في شبهة هيقول لك انت كنت بتتخانق معانا. بالعكس زي ما قلت ان هما ممكن يسيبوا اصلا ان هما كانوا بيتخانقوا مع بعض ويضربوك